سلام، ان شاء الله تكونوا قاع بخير وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم غادي نديروا مع بعض وصفة بنينة بزاف. وصفة تقليدية اللي هي مبسس المقلي، ولا كما يقولوا لها في الشرق الجزائري المتقبة، بمقادير جدا مضبوطة خاصة للمبتدئات. من اول تجربة يجي يذوب في الفم. تبعوا معي المقادير حتى للاخير باش نشوفوا طريقة التحضير والمكونات مع بعض. بسم الله، نبداو في طريقة التحضير. مع ذكر المقادير نحتاجو في المبسس تاعنا الى 3 كيلات سميد متوسط. انا استعملت متوسط تاع موله. ونحتاج تقدروا تكبروا، درت الكيسان انا 3 كيسان، تقدروا تكبروا وتصغروا في العبر كيما تبغوا. كل كيله درت لها مغرف تاع الفرينه، يعني 3 مغارف كبار تاع فرينه. عندي لافاني، درت شويه لافاني، ودرت مغرف كبيره تاع السكر، ومغرف صغيره ماشي معمره بزاف تاع الملح. نخلط هاد المكونات، ضروري ديروا الملح باه ما يجيكمش صامت. وعندنا كيله تاع ليدام مخلط بين الزبده والزيت ولا سمن وزبده، المهم خلطوا يجيكم بنين بالزبده ولا السمن، احسن من اللي ديروا زيت وحده. نخلطوا الزيت مع الزبده، ذوبتها، درت اكثر من نص شويه تاع الزبده وكملت الباقي بالزيت. ومن بعد فرغتهم فوق السميد تاعي وبسستهم مليح. نخلطوا هاد المكونات مع بعض في الليدام. السميد تاعنا نخلطوه مليح في الليدام بهذا الشكل. لازم نخلطوه مليح، نتاكدوا بان كل الحبيبات تاع السميد يعني تشربوا الليدام. هنا الا كان عندكم الوقت تبغوا ديروا هذه المرحله من الصباح وتخلوه حتى في المساء وتخدموه، ولا ما كانش عندكم الوقت خدموه مباشره. برك خلطوا السميد مليح مع الليدام تاعكم. ومن بعد عندنا كيلة تاع ماء، نخلطوا كيلة، نفس الكيلة، الكاس اللي تبداو به كملوا به، او الكيلة اللي تبداو به كملوا به. ماء وماء الزهر. هنا الكيلة ما نديروهاش في ضربة كاملة، نبقاو نضيفوا بالتدريج ونشوفوا. نبقى نشمخ في الصعيد تاعي بهذا الشكل، نرش فيه بالماء وماء الزهر. شوفوا انا دوك تشوفوا معايا الكيله اشعال خليت منها. هي نورمالمون تديكم كيله كامله، ولكن على حسب نوعيه السميد، كاين اللي ما يشربش وكاين اللي يشرب. كيما انا هذا تاعي يشرب، خليت من هذه الكيله خليت منها شويه بهذا الشكل. ونخلطوا ونخلو هنا. انا هنا نكتفي بهذا القدر تاع الماء ونغطيه ونخليه. دوك نوري لكم الكميه تاع الماء اللي بقات لي. هذه هي حوالي 4 مغارف كبار حتى ل5 تاع الماء بقات لي. ونغطيه نخليه يرتاح مدة 10 دقائق ولا ربع ساعة، ومن بعد نرجع له. هنا تلقاوه شرب شوية. انا هنا بلا ما نضيف له الماء. تقدروا هنا الى بغيتوا تشوفوا يعني الحبات لا يتحلوا لكم ولا ما يتحلوش، ديروا سيو غير حبة وشوفوا. اذا تحلت لكم في المقله كملوا هذيك الكميه تاع الماء، ولا ما تحللتكمش يعني اقلوه مباشره بلا ما تضيفوا هذيك الماء اللي بقى لكم. انا هذا السميد تاعي يعني موالفه ندير به هذا المبسس. ما يديليش كيله كامله، يعني بلا ما يعني راني موالفاته. نتوما كما قلت لكم اذا خفتوا يتحل لكم في المقله سيو حبه، اذا تحلت لكم كملوا هذاك الكيل تاع الماء. نظن ان شاء الله تكونوا فهمتوني. ومن بعد كما راكم تشوفوا حطيت العجينه تاعي، شكلتها الى مستطيل ولا مربع ولا كما تبغوا تقطعوه باي طابع، مدور ولا مربع ولا بالسكين، لكم اختيار. انا افضل نديره هذا الطابع تاع المربع، يجيني شكل شباب وشكل على حبه واحده. ما نديرهش غليظ بزاف، شويه كما راكم تشوفوا. درته على حوالي على الطول هذاك تاع المربع تاع الطابع اللي درت به. وراني نقطع فيه الى مربعات. ودرت الزيت راهي يحمى على نار هادئه، ما نحمولهاش النار بزاف
ماشي غير نقيسوه في الزيت يتشلفط ولا يحمر لنا ينحرق من الفوق ويبقى لكم خضر من الداخل. النار لازم تاني كي نحموها ما نحموهاش على نار الزيت عفوا، من نحموها ما نحموهاش على نار تكون قويه بزاف، خلوها تحمى على نار هادئه. هنا نشكل كل الكميه اللي عندي ونروحوا مباشره نقلو البسس تاعنا. هنا قبل ما نقلو دائما نديرو تيست هكا شويه تاع العجين، نشوفوا الزيت تاعنا لا راه يعني واجد باش نقلو فيه ولا مازال. كي نشوفوا هذيك العجينه طلعت نقلو. كيما قلت لكم لازمش غير تقيسوه يحمر، لازم ياخذ وقته في الطياب كيما المقروض باش ما يجيكمش معجن ويجيكم شباب. لازم ضروري ياخذ وقته في الطياب هكا باش تضمنوا باللي الوصفه تاعكم تجيكم ناجحه وبنينه. كما راكم تشوفوا انا ما ضفتش هذيك الكميه تاع الماء اللي بقات لي، والحبات تاعي راني مخليتكم تشوفوهم هكا ما مباشره، يعني ما بغيتش نسرع من الفيديو باش تشوفوا باللي ما تحلوش، وخليتهم حتى ياخذوا هذاك اللون دوغي شباب، ومن بعد نقلبوه. ومن جهه اخرى راني موجده الحسل مخفاته بشويه تاع الماء زهر. من الاحسن تخفوه باش الا كان عندكم حسل ثقيل ضروري تخفوه بشويه تاع ماء زهر. ونرفد الحبات تاعي نقطرهم شويه من الزيت ونحطهم مباشره في الحسل. غادي نزيد معكم حبات هكا باش تشوفوا بلي الوصفه ناجحه 100%، وما تحلت لي ولا حبه، بمقادير جدا مضبوطه. نعسل الكميه اللي عندي اللي نقليها نديرها في الحسل هكا. وهنا نقطه مهمه تاني، المغرف اللي ديروها في الزيت ما تحطوهاش في الحسل هكا باش الزيت تاعكم ما يتوسخلكمش بالحسل وينحرق لكم. يعني المغرف اللي تعسلوا بها واللي تقلوا بها ديروها كل وحده وحدها. من بعد ما خليته تشرب مليح في الحسل، يعني هذا هو، درت له شويه تاع الجلجلان وخليته برد شويه، مهم خلوه يتعسل مليح. ومن بعد درته قطر من الحسل في كسكاس وقدمته بهذا الشكل، خليته برد شويه، خلوه يبرد شويه ومن بعد قدموه. راكم تشوفوا في القوام والتعسال حتى للقلب، معسل حتى للقلب كما راكم تشوفوا الحسل واصل حتى للقلب، لانه ما جاش معجن من الداخل. الا جاكم كما قلت لكم ما قليتوهش مليح وما عطيتوش حقه في القليان ما يتعسل لكمش مليح ويجيكم معجن من الداخل. هذه هي الوصفه تاعي تاع نهار اليوم، ما تنساوش ديروا جيم، والى اللقاء خياتي في وصفه قادمه.